توقف أمام هذه اللحظة، فليست خيال يروى بل حقيقة تتوهج تحت سماء مشتعلة. إيران تطلق صواريخها الذكية فتضرب بها قلب حيفا النابض بالنفط لتشتعل المصافي وتكتب النيران رواية الانهيار القادم. أكثر من 100 صاروخ دقيق انهمرت كالمطر فوق المجمع الصناعي الأخطر في شمال المحتل. صواريخ ذكية موجهة تعرف طريقها بدقة مخيفة، لا تخطى أهدافها، تحول الليل إلى جحيم مضيء. دخان أسود كثيف غطى السماء وألسنة اللهب تبتلع الهياكل الحديدية. صوت الانفجارات دوي في أحياء المدينة، بينما هرع الآلاف إلى الملاجئ لا يلون على شيء. مصفاة حيفا ركيزة الطاقة الصهيونية تقصف أمام أنظار العالم فتسقط معها أوهام الحماية والردع. نظام القبة الحديدية تعطل أو عجز أو ربما لم يجد نفعا أصلا. إنها ضربة استراتيجية لا تمحى، أعلنت من خلالها إيران أن زمن التحذيرات انتهى، وأن اليد التي تمد على مصالحها ستقابل بصواريخ يصل إلى عمق أعصاب العدو. الجمهورية الإسلامية إيران اليوم ليست صدى بل صوت الحقيقة الصلبة.